لما بنتناول وابونا ما يسيبش في الصينيه ولا ذره، اتاكد ان ما فيهاش ولا فتفوته حتى كده هربانه من العين. ليه بقى؟ ليه ولا فتفوته؟ ليه؟ الفتفوته دي اللي هي مين؟ جسد كامل، ده المسيح، ده الانبا رافائيل هو اللي قال كده مش انا، ده الله ده، فما ينفعش يسيب الفتفوته دي. الفتفوته دي الله ما ينفعش يسيب. بالله عليكم ده كلام حد عاقل يقوله ولا يؤمن بيه؟ بعد ده كله يصب ميه في الصينيه، عشان لو في حاجه كمان ملتصقه بالصينيه ومش باينه ابونا يصب ميه ويمسح بايديه جوه الميه في الصينيه كويس قوي، يتاكد كمان ان ايديه ما فيهاش ولا حتى ذره ولا فتفوته صغيره. ما ينفعش يسيب الله في ايده. افرض الله كان في ايده ولا حاجه يجي يمشي وموقع الله في ايدي يا جماعه، ما يصحش يعني. افرض وقع. وابونا يشرب اول مره من الصينيه، وللتاكيد يصب تاني ويشرب الشمامسه. يعني كان بيغسل لا مؤاخذه ايده، ويغسل الاواني والكاس والمستير في الصينيه، ويقوم شارب، يقوم الولا الخادم يقوم دلق له ميه، فمن مكان ايد ما غسل يعني، فيقوم الشماس شارب مكان غسيل ايد الكاهن. انتوا متخيلين؟ ولا ينفع تيجي في وقت من الاوقات ابونا يقول طب اصل القداس ده العدد فيه قليل والقداس اللي بعده العدد فيه كبير، فلما نسيب جزء من الذبيحه ينفع؟ لا طبعا، اصل لو سابها هتبوظ، مع ان في نص اظن بيقول قدوسك لا يرى فسادا، وانتوا بتقولوا مستحيل تعفن، ده جسد المسيح خلاص، ومع ذلك لا بتعفن. وجربوا، اي واحد مسيحي يقدر يجرب، يشيل البتاع في بقه طف فنديل ولا في كيس، والله 3 ايام وهتلاقيها معفنه. تخيل انت مؤمن بان ده جسد المسيح وهو حرفيا هيعفن.